قضية الدكتورة بان زياد حيرت الكل. طبيبة نفسية ناجحة انتحرت بشكل مأساوي، ده اللي اتقال لينا وده اللي حاولوا يخلونا نصدقه، لكن بعد بحث وتدقيق في كل تفصيلة اكتشفت ان القصة دي مش انتحار ولا هي حتى جريمة عادية، ده خيط بيكشف عن شبكة فساد أكبر بكتير. في الحلقة دي هكشف لكم عن كل الأدلة اللي تم إخفائها، وهثبت لكم ان الجمل اللي اتكتبت بالدم على باب الحمام مش انتحار لكنها دليل إدانة. سلام الله على قلبك يا صديقي، انا محمد عزت ودي حلقه جديده. يا ريت لاول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحلقه تحط لايك وتقول لي رايك في كومنت عشان ده بيدعمني جدا، وتشارك القصه في كل مكان. وبس من غير ما اطول عليكم يلا بينا نكمل. يوم 5 اغسطس سنه 2025 فجوه في الليل ومع صوت عربيات الاسعاف والشرطه اللي مالت المكان، ومع دوشه صوتها اتجمع الجيران من كتر الفزع وعيونهم مليانه خوف وتوتر. محدش فاهم في ايه، يا ترى ايه الحكايه؟ هل فعلا القضية انتحار وضغوط نفسية زي ما اتقال، ولا الموضوع أكبر من كده بكتير وإنها اتقدمت كقربان؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. الأب والأم بيشتغلوا في التربية والتعليم. الأم اسمها جينان غازي وبتشتغل مدرسة أحياء في واحدة من المدارس الحكومية في العراق. أما الأب فاسمه زياد طارق وبيشتغل في الإدارة التعليمية، وكان عندهم ولد اسمه محمد وبنت كمان غير بان. نتواصل بقى بإن بان عاشت طفولتها وسط أهلها، وكانت بنت هادية جدا وابتسامتها ما بتفرقش وشها، ده غير بقى انها كانت متفوقة جدا في دراستها، واللي كان بيميزها وسط اصحابها انها بتساعد كل اللي حواليها. وبمرور السنين بان كبرت واتخرجت من كلية الطب في جامعة البصرة وتخصصت في الامراض النفسية والعصبية. وبعد ما خلصت تعليمها الجامعي اشتغلت في مستشفى بمدينة البصرة، وفي خلال فترة قصيرة جدا من شغلها قدرت تلفت نظر كل الناس اللي حواليها بشكل كبير، وده بسبب انها كانت مجتهدة جدا في مجالها ده غير ابتسامتها واسلوبها الجميل مع كل الناس. بان شافت ان تعليمها الجامعي ما كانش كفايه ان هو يديها خبره كفايه، فكملت دراستها العليا مع تعمق اكبر في مجال الطب النفسي والعصبي، والاساتذه بتوعها كانوا بيدعموها جدا ويشجعوها انها تكمل وما تقفش عن تحقيق حلمها في انها تكون دكتوره كبيره، بهدف ان يكون عندها خبرات اكتر. وبسبب ده حياتها بقت مشغوله بشكل كبير، وكل وقتها كان لدراستها ومستقبلها. ولأن تخصص الدكتورة بان كان نادر ومفيش دكاترة كتير بيشتغلوا فيه، اسمها اتعرف بسرعة وانتشر في كل مكان، والصحافة والإعلام بقوا يعملوا معاها لقاءات توعوية لمساعدة الناس في حياتهم وأزماتهم النفسية. وظهورها المستمر على السوشيال ميديا ده أو حتى في الإعلام شجع ناس كتير جدا إنها تتغلب على الخوف ونظرات المجتمع فيهم، ويفكروا إن هم يروحوا لدكتور نفسي لأول مرة. فكان في ناس كتيرة جدا بيقولوا لها إن أول خطوة في علاجهم كانت بسبب فيديو من فيديوهاتها، لكن القصة اللي ابتدت جميلة دي فجأة اتحولت لكابوس. المهم يا صديقي، في يوم 5 أغسطس 2025 مامتها وباباها كانوا الاتنين في رحلة في تركيا، وفجأة في نص الليل جالهم تليفون من حد من اخوات بان، وصوته أو صوتها اللي بيتكلم ده في التليفون، لأن احنا لحد دلوقتي ما نعرفش مين هو اللي كلمهم في التليفون، كان صوته أو صوتها هادي جدا. وأول حاجة قالها لهم إن هو اهدوا ما تقلقوش، وإن هو عايز يقول لهم خبر إن بان عملت حادثة بس هي برضه كويسة جدا، وهي دلوقتي بس حاليا محجوزة في العناية المركزة، بس كويسة وحالتها مستقرة جدا. الكلام بالنسبة لهم كان يخوف بس في نفس الوقت برضه مطمئن، لكن الحقيقة كانت أبعد بكتير عن أي اطمئنان. بس طبعا الأب والأم لما سمعوا الخبر إن بنتهم دلوقتي في العناية المركزة كان طبيعي جدا إن هم يلموا حاجتهم ويطلعوا على طول من تركيا ويرجعوا على العراق. لكن الاتنين أول ما وصلوا حسوا إنه في حاجة مش طبيعية أبدا، مفيش أي حاجة تطمئن. ليه بقى؟ لأن الشرطة كانت موجودة واقفة قدام البيت ومنعينهم كمان من الدخول. ليه بقى؟ علشان بيتهم أصبح مسرح جريمة. طبعا دلوقتي اكتشفوا إن الكلام اللي هم سمعوه مختلف تماما عن الحقيقة، وإن بان ما عملتش حادثة عربية ولا حاجة زي ما اتقال لهم في التليفون، لكن اللي سمعوه بقى من الشرطة ومن الجيران ومن اخواتها كمان اللي كانوا موجودين في البيت بإن بان أنهت حياتها في الحمام. ولأن القضية لسه جديدة فالتسريبات اللي ظهرت على السوشيال ميديا غيرت مجرى كل اللي اتقال إنها انتحار، والتسريبات دي كانت عبارة عن فيديو وصور للدكتورة بان من داخل مشرحة المستشفى اللي استقبلتها وهي ميتة، والصور كانت صدمة لكل الناس اللي شافوها خصوصا لأصدقائها ومتابعينها. والفيديو ظهر فيه بان وهي نايمة على السرير وإيديها الاتنين فيهم جروح قطعية طولية حوالي 9 سم وعرض 6 سم، والجروح دي عميقة لدرجة إنها واصلة لحد العظم، ده غير علامات لكدمات واضحة في وشها وإن المجني عليها اتعرضت للاعتداء الجنسي.
وده ما كانش كل حاجة اتسربت، كمان التقرير الطبي الأولي اللي اتعمل بعد كشف عليها اتسرب، وكان مكتوب فيه إن الحالة وصلت للمستشفى وهي متوفية، يعني من غير نبض ولا نفس، والجروح اللي في الدراعين كانت منتظمة الحواف وعمقهم كاشف للعظم والعضلات، ده غير الكدمات اللي في الوش وكدمة قطعية حوالين الرقبة. وفي النهاية التقرير ختم بإن الجثة تم إحالتها للطبابة العدلية المعروفة في مصر باسم الطب الشرعي، وده طبعا عشان يتعرف السبب الحقيقي للوفاة. وفي الوقت ده الأم هي وجوزها زياد خرجوا بتصريحات بتفيد بإن بنتهم هي اللي أنهت حياتها، وكدبوا كل اللي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، والاتنين فضلوا مصممين على كلامهم على الرغم ان هما ما كانوش موجودين في العراق وقت وفاة بنتهم. المجني عليها كانت بتستخدم ايديها الشمال في الكتابة وفي كل حاجة تقريبا، يعني فلنفترض انها قطعت ايديها اليمين باستخدام ايديها الشمال، طيب هتعمل كده ازاي بايديها التانية؟ وازاي هتخنق نفسها بأداة الخنق؟ وازاي الآلة الحادة مش موجودة في مسرح الجريمة؟ وازاي برضو الكدمات موجودة على وشها وجسمها؟ خصوصا كمان بعد معاينة مسرح الجريمة الشرطة جمعت كل الأدلة اللي يقدروا عليها، ومع مراجعة كاميرات المراقبة كانت مفصولة وما كانش فيه أي عطل رئيسي قبل وأثناء وقوع الجريمة، وإن مفيش حد لا دخل ولا خرج من البيت. ومن هنا التهم كلها راحت ناحية الأخ محمد زياد، والغريب إن الأم في كل اللقاءات كانت بتتكلم بوضوح وبأسلوب حاد، ده غير إنها كانت متماسكة وقوية في كل لقاء بيتم معاها. وقالت كمان إنها لاحظت إن بنتها بان في الفترة الأخيرة حالتها النفسية ما كانتش مستقرة، وكانت دايما بتقول لأمها إن هي عندها إحساس بعدم الحب من كل اللي حواليها، وإنها كبرت وبقى عندها 34 سنة ومفيش حد في حياتها. وكان رد الأم عليها بإن إحساس بنتها مش صحيح، وإن هي ووالدها وإخواتها بيحبوها جدا. والأم كملت كلامها وقالت إن بنتها كانت بتمر بظروف صعبة بسبب الضغط اللي بتشوفه في شغلها، ولأنها من الشخصيات الحساسة فاتأثرت بكل العوامل اللي حواليها. ولما اتقال للأم إن ممكن يكون حد دخل البيت وقتل الدكتورة بان، الأم نفت كل الكلام ده بشكل قاطع، وقالت إن البيت متأمن كويس جدا ومفيش أي حد يقدر يدخله، ولو الكلام اللي بيتقال صح بإن بان اتقتلت جوه البيت فليه القاتل يعمل كده، بالرغم من انه الاسهل ان هو ينفذ جريمته في الشارع وهي راجعه من شغلها، وخصوصا انها اوقات بترجع متاخر من الشغل. اما بالنسبه للاب زياد فهو برضه كمان رايه من نفس راي مراته، وقال ان بنته كتبت في مذكراتها الشخصيه بانها عايزه تخلص من نفسها، وانها عايزه تبعد عن كل الناس كلها لانها مش مرتاحه وحاسه بالوحده. وكلام من ضمن كلام الاب انه قال جمله غريبه جدا، وهي ان الدكتوره بان بعد ما قطعت ايديها كتب بدمها على باب الحمام من جوه جملة أريد الله، وقال إنها بالكلمة دي أثبتت إن هي اللي عملت كده في نفسها، وإنها اختارت تروح لربنا بإرادتها. نرجع بقى ليه التهم كلها ناحية محمد أخوها، لأن في ناس كتير من قريبين من العيلة قالوا إن محمد أخو بان كان بيتعاطى مواد ممنوعة، وإنه أكيد في اليوم ده طلب من بان إنها تصرف له أدوية أو تكتب له روشتة بالأدوية دي، لكنها رفضت، وده خلاه ينفجر من الغضب وقرر ان هو يخلص عليها. وفعلا في صحف اثبتت ان محمد اخوها ده اتقبض عليه قبل كده، بس برضه لحد دلوقتي كل الكلام ده معلومات مش مؤكده. وفي بوست تاني انتشر على الانترنت بيقول ان الاخ فعلا هو اللي ممكن يكون قتل اخته لانه مدمن، ولان بان كانت مخبيه الحبوب اللي هو بياخدها، ولما رفضت ان هي تديله الحبوب دي لانها اصلا بتعالج الادمان قتلها عشان يفتش في حاجتها براحته وعلشان يدور على اللي هو عايزه. واللي كتب البوست ده قال ان الاب والام مصممين ان دي جريمه انتحار لان هما مش عايزين يخسروا ولادهم الاتنين، تبقى واحده ميته والتاني مسجون. لكن الشرطه بتاعت البصره نفت كل الكلام ده وقالت ان كل الكلام ده غير صحيح، بس احنا لحد اللحظه دي مش عارفين اي حاجه، لان زي ما قلت لكم ان القضيه دي لسه ما بقالهاش كام يوم، لسه هيكون في كلام وتحقيقات كتيره جدا في القضيه. ولكن مع ظهور القضيه دي في الترند الناس بقى طبعا ما سكتتش وابتدوا يدوروا في حسابات كل الناس اللي قلنا عليهم. بعض من الناس دي دخلت لحساب بان على الانستجرام لحد ما وصلوا لحساب اخوها، وهناك ظهرت حاجات غريبه. اخوها كان عامل هايلايت على الانستجرام مسميه الاخوه الاعداء، ودي روايه يونانيه مشهوره ومكتوب فيها جمله شهيره: لا اريد ذهبا، لا اريد سلطه، اريد الله. وهي نفس الجمله اللي كانت مكتوبه على باب الحمام بالدم بتاع بان، غير ان هو ناشر رسمه لشخصيه فريدي كروجر في فيلم الرعب الشهير اللي بيقتل ضحاياه عن طريق قطع الايد بالطول بنفس الطريقه اللي اتقتلت بيها بان. ده غير ان هو كمان عنده رسمه لبنت متعلقه بحبل. في التقرير الطبي ذكر وجود اثار على رقبه بان ممكن تكون بسبب حبل. ده غير بقى ان الناس والمنطق كمان والله بيقول ان هي حتى لو عايزه تعمل كده في نفسها ليه هتعذب نفسها كل التعذيب البشع ده؟
وليه استخدمت 3 طرق مختلفة مميتة. والأغرب كمان إن قبل وفاتها بأيام كانت في مؤتمر طبي وعملت محاضرة ناجحة جدا، وحتى قبل ساعات من وفاتها كانت بتنزل ستوريز بتنصح فيها الناس عن الصحة النفسية، وقبل وفاتها بساعتين كانت طالبة اوردر بيرفيومز. وطبعا كل الحاجات دي بتدل ان مستحيل حد بيعمل الكلام ده كله ويقرر ان هو ينتحر، بس في نفس الوقت برضه ما دلتش على اي حد ممكن يعمل فيها كده. هنا بقى محافظ البصرة اسعد العيداني قال في تصريح ان القضية مقفولة تماما وانها انتحرت، والحد هنا المتوقع ان محمد اخوها هو القاتل. لكن بقى تعالى بقى اقول لك تفصيله محدش قالها لك ابدا. تعالى بقى نرجع لورا لسنه 2024 لملف الدكتوره ساره العبودي، وايه ممكن يكون علاقه الدكتوره ساره بالدكتوره بان، وهل ممكن تكون دي جريمه الانتقام من الاول ولا مجرد صدفه وان الاخ كان مجرد عروسه ماريونيت لتنفيذ الانتقام ده. مع وجود ربط ما بين قضية بان زياد وما بين قضية دكتورة تانية خالص اتقتلت قبل سنة. الحكاية بتبدأ في نوفمبر 2024 في منطقة نائية جدا اسمها أبو الخصايب في جنوب البصرة في العراق. في يوم عادي جدا كان في راجل ماشي بالعربية بتاعته، وفجأة وهو ماشي لمحت عينيه حاجة غريبة جدا، مجموعة كلاب ملمومين حوالين حاجة على الأرض، والراجل لاحظ إن فيه هدوم حريمي في بق واحد من الكلاب. هنا بقى الفضول دفعه يروح ناحية الكلاب، وهنا بقى تحصل الصدمة اللي هتفضل محفورة في دماغه. جثة لست شكلها ميتة من ساعات قليلة والكلاب من حواليها، فاتصل فورا بالشرطة، والشرطة وصلت بسرعة واخدت الجثة وادتها للطب الشرعي. ومن هنا بقى ابتدت كل الخيوط مرة واحدة تتكشف، وتفحص الشرطة كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة دي بقى كانت المفتاح اللي عرفوا منه الجاني والضحية كمان، لأن كاميرات المراقبة سجلت الجريمة كاملة. والفيديو كان صادم جدا لراجل واقف في مكان فاضي حوالي الساعة 11 الصبح، نازل من العربية بتاعته ومعاه ست. في الأول الكلام بينهم كان هادي جدا، وبعدين اتحول لمشادة كلامية، والست مرة واحدة تطلع الموبايل بتاعها عشان تتصل تقريبا بحد يجي يلحقها. فالراجل ده بقى يروح للعربية بتاعته ويرجع لها تاني، ولما اديته ظهرها فجأة يطلع مسدس ويضربها رصاصة في دماغها من ورا، وهي تقع على الأرض على طول، وهو ياخد العربية بتاعته عادي جدا ويمشي كأن مفيش أي حاجة حصلت. وبعد فحص الكاميرات اتعرفوا على طول على الضحية اللي كان اسمها سارة عمار العبودي، من مواليد سنة 1995، وبتشتغل دكتورة في كلية التربية في جامعة البصرة. طيب مين اللي معاها ده وإيه علاقته بيها؟ والأهم بقى كمان هو إيه علاقة الراجل ده بقضية الدكتورة بان زياد اللي لسه حاصلة في 2025، رغم إن الراجل ده أصلا مسجون. بس تعالى دلوقتي بقى نتعرف على الدكتورة سارة العبودي، أستاذة جامعية في كلية التربية الرياضية في جامعة البصرة، معاها ماجستير بتحضر كمان للدكتوراه، وساكنة في بيت أهلها. بس في يوم 16/12/2024 تصحى سارة من النوم عشان بقى تروح شغلها، وجهزت نفسها وفطرت، وكمان نزلت بالعربية بتاعة أبوها، وكان معاها ابن أخوها بقى وصلته لحد المدرسة بتاعته. وبعدها المفروض إن هي تتوجه للجامعة اللي هي شغالة فيها، والمفروض إن سارة بتخلص الشغل بتاعها وبترجع للبيت على الساعة 2، ولكن تيجي الساعة 2 و3 ولسه سارة بقى ملهاش حس ولا خبر، ولا حتى اتصلت بأهلها تقول لهم إن هي تتأخر. يعدي شوية وقت كمان ولسه برضه سارة ما ظهرتش، فأهلها طبعا يقلقوا جدا، فيبدأوا يتصلوا بزمايلها اللي في الجامعة اللي أكدوا إن هي كانت في الشغل فعلا النهاردة، ولكن مشيت بدري عن ميعادها. ولما أهلها سألوهم طيب انتوا تعرفوا هي راحت فين؟ فكلهم قالوا ما نعرفش. طبعا هنا بقى أهل سارة ابتدوا إن هم يدوروا عليها في كل مكان، ويسألوا القريب والغريب والصحاب والزمايل، لكن مفيش أي حد شافها ولا تواصل معاها، لحد ما يتبعت 3 رسايل لموبايل أختها من رقم سارة. الرسالة الأولى كانت بتقول ما تدوروش عليا، أنا سافرت من البصرة على بغداد وهتجوز واحد محترم، ولما أوصل عند جوزي واستقر هبقى أكلمكم. وبعدها بشوية توصل الرسالة من سارة بتقول فيها إن الدكتور معاها في الجامعة بيهددها، وذكرت كمان اسمه في الرسالة اللي هو شخص تاني بقى خالص غير القاتل، وكأنه بيبعد الشبهات عن نفسه، وبتقول إن هو لو حصل لها أي حاجة الدكتور التاني ده يبقى هو المسؤول عن اختفائها. والرسالة التالتة بقى كانت رسالة كلها مدح في دكتور معين اسمه درغام، وقالت إن هو واقف جنبها وساعدها كتير قوي، وإن هي ماضياله على مبلغ $500 ولازم أهلها يسددوه لحد ما هي ترجع. أختها بقى هنا استغربت جدا من ال3 رسايل دول، وحاولت على طول إنها تتصل بيها، ولكن لقت إن الموبايل بتاع سارة اتقفل فجأة، وبرضه مش منطقي إنها تسيب لهم البيت فجأة كده وتختفي. فالتفسير المنطقي لكل اللي بيحصل ده إن سارة مخطوفة، وإن اللي بيبعت الرسايل دي دلوقتي الخاطف نفسه، فيجروا بسرعة الأهل على طول على الشرطة ويقدموا بلاغ فورا باختفائها، وقالوا ان هم متاكدين ان هي اتخطفت، ووروهم طبعا كل الرسائل اللي كانت واصله لهم. الشرطه بتاعه البصره بقى على طول تبتدي ان هي تحقق في الموضوع، وبعد ساعات وتحديدا الساعه 8 الصبح من تاني يوم
يجي لهم اتصال من الشرطه بيقول لهم ان هم خلاص عرفوا مكان ساره فين، وان هم لازم يجوا عشان يطمنوا عليها. واهل ساره طبعا راحوا على امل ان هم يلاقوها بخير، ولكن طبعا لما يروحوا لمركز الشرطه يقولوا لهم ان هي اتقتلت، وحكوا لهم على الفيديو وعلى كل حاجه، وقالوا لهم كمان ان هم قبضوا على القاتل اللي كان ظاهر وواضح وضوح الشمس في الفيديو. طيب مين بقى الشخص ده وليه عمل كده؟ القاتل ده بقى كان اسمه درغام التميمي، اخو مرات محافظ البصره اللي هو اسعد العيداني، يعني نسيب محافظ البصره واللي كان شغال دكتور في نفس الجامعه اللي شغاله فيها الدكتوره ساره. راجل متجوز وعنده اولاد، وطلع كمان استاذها ايام الماجستير، ودلوقتي هو زميلها في الجامعه وهي بتحضر لدكتوراه. وطبعا المعلومه دي تطلع للعلن، ويطلع كمان محافظ البصره اللي هو اسعد العيداني ويقول فعلا ان الراجل ده نسيبه، وهيتم تحقيق العدل لأقصى درجة، وإن مفيش أي تهاون خالص في القانون، وهيتعامل زيه زي أي حد في البلد. هنا بقى الرأي العام مش اتقلب على درغام، لا ده كمان اتقلب على سارة. طيب هي إيه اللي وداها هناك معاه؟ وبمنتهى القسوة يشوفوها تستاهل لأنها راحت هناك بمزاجها، واللي يطلع في إشاعات ويقولوا إنها أكيد كانت على علاقة بيه، وإنها متجوزاه عرفي وحامل كمان منه، وإنها كانت رايحة كمان معاه هناك وبتضغط عليه عشان يتجوزها رسمي، ولا كأنهم في صحراء وكل الناس كانت معاهم هناك بالظبط وعارفه كل اللي بيحصل. بس في نفس الوقت برضه تظهر اشاعه تانية بتقول ان ساره كانت ماسكه عليه حاجات كتير زي قضايا فساد، قضايا كمان عن تسببه موت طالبات في نفس الجامعه اللي بيشتغل فيها، وقضايا عن علاقات محرمه بينه وبين الطالبات. واهل ساره طبعا يطلعوا ويدافعوا عنها ويقولوا ان موضوع العلاقه اللي كانت ما بينهم دي مش صحيح خالص، وان هو مجرد بس كان الدكتور بتاعها في الجامعه، وان هو اللي كان بيجري وراها، وانه كمان هيموت ويتجوزها. ولكن هي من ناحيتها كل اللي كان بيفتحها في الموضوع ده كانت كل مره بترفض. وكمان بعد كده الطب الشرعي يثبت فعلا انها ما كانتش حامل ولا حاجه، وهنا بقى يتقبض على درغام اللي ما كانش بيتكلم ولا راضي يقول ايه سبب القتل الحقيقي. والناس برضو ساعتها قالت ان كل ده بيأكد ان هي كانت فعلا عارفه عنه حاجات كتير، وانها ممكن تكون فعلا كانت ماسكه عليه قضايا فساد وماسكه عليه ورق وحاجات من دي بقى كتير اللي هي ممكن تدينه، من ضمنها زي ما قلت لكم قضايا قتل 3 طالبات من الجامعه. فناس كتيره جدا طلعت وقالت ان هو ممكن يكون قتلها، لان هو خاف بقى انها تفضحه وتطلع الورق بقى ده للنور، او انها كانت بتهدده او اي حاجه. بس في الوقت ده بقى تفاصيل التحقيقات كلها ما كانتش بتوصل خالص لاهل ساره، والشرطه كانت منع عنهم اي معلومه. لكن على العكس بقى ان اهل درغام كانوا عارفين كل حاجه اول باول، وده كان ظلم واضح جدا. وطبعا المعلومات دي كانت بتوصل لاهل درغام لانهم ناس واصله جدا. طبعا بقى الضغط بقى والاشاعات ساعتها كانت كتيره جدا، لدرجه ان الناس نسيت اصلا المجرم نفسه، وكانت الناس مركزه بس على العلاقه اللي ممكن تكون موجوده ما بين درغام والدكتوره ساره. وده كان الهدف بالظبط من الاشاعات، ان القضيه ما تبقاش قضيه راي عام وتبقى مجرد حكايه بين الناس. فهل ده ممكن يكون هو اللي بيحصل في قضيه قتل بان؟ هتفهموا بعد شويه على طول انا ليه سالت السؤال ده بالذات. بالرغم بقى من كل الضغوط اللي كانت حاصله دي، الشرطه كملت تحقيق، وفي خلال التحقيق مع درغام اعترف بكل اللي هو عمله، واكتشفوا كمان ان هو كان معاه سلاح من غير ترخيص، والسلاح ده كان مستخدم فيه طلقات ناريه امريكيه ممنوعه. الطلقه دي بتنفجر في الدماغ، ودي بقى في حد ذاتها جريمه تانية خالص. وخلال التحقيقات دي بقى كلها اتضح ان ساره كان معاها موبايلين، واحد منهم درغام عمل له فورمات وكان معاه وقت القبض عليه، والتاني اختفى تماما، وكان معاها لابتوب برضه هو كمان اختفى، والاتنين ما ظهروش لحد دلوقتي. حتى العربيه بتاعتها اللي كانت خارجه بيها من اول اليوم اختفت، ولقوها مركونه بعد كده في حي الحسين. السؤال هنا بقى يتكرر تاني، طيب هي كان معاها حاجه يعني في الموبايلات دي وفي اللابتوب علشان كده اختفوا تماما، ولا ايه؟ علشان كده ممكن تكون اتقتلت بسببهم. ولكن لحد دلوقتي السبب بتاع قتلها مجهول. وبرضه جثة الدكتورة سارة حصل معاها نفس اللي حصل بالظبط مع الدكتورة بان، اتصورت واتنشرت للعالم في كل حتة. فبرضه التشابه ده معناه ايه؟ وعلى العكس بقى الدكتورة سارة في الجامعة محدش عمل لها بوست نعي صغير حتى، ولا حتى فتحوا بقهم، بالعكس ده مدير الجامعة في تاني يوم عمل احتفال كبير جدا في الجامعة، ولا عمل حتى دقيقة حداد على روحها، ولا حتى قرا فاتحة، ولا حتى راح عز اهلها. حتى العزا يا مؤمن مفيش اي حد في المجال التعليمي ولا مدير الجامعه ولا حتى المحافظ جه علشان يعزي فيها. طب يا ترى بقى الراجل ده اتحكم عليه بايه؟ عائله القاتل بقى عرضوا مبالغ كبيره جدا لعيله الضحيه، من مليار ل10 مليار دينار، كل ده عشان يتنازلوا عن القضيه ويقبلوا بالديه. ولكن طبعا اهلها رفضوا ويتمسكوا في حق بنتهم، ويتحكم على درغام في 22 يونيو 2025 بالاعدام شنقا. بس التصديق والطعن على الحكم ده لسه ما تمش لحد دلوقتي. حاولوا اهل القاتل بكل الطرق ان هم يطلعوه مختل عقليا او مجنون او غير متزن عقليا، ولكن بعد كده اتشكلت لجنه مكونه من اختصاصيين نفسيين وعقليين، وكانت رئيسه اللجنه دي بقى مين؟
الدكتورة بان زياد، اللي برضه في اشاعات كتيرة جدا بتأكد ان هي تعرضت لضغوطات كبيرة جدا عشان تقول ان درغام مختل عقليا، وده عشان يفلت من العقوبة اللي هي اصدرت في حقه. لكن هي كانت مصممة ان هو مش مختل عقليا وسليم 100%. واللي حصل كمان ان امبارح تطلع النائبة البرلمانية السابقة رحاب العبودة وتقول ان هم عشان يبرئوا درغام ويطلعوا التقرير اللي طبعا بان بتقول فيه ان هو غير مختل عقليا ده مش صحيح، وعلشان حكم الاعدام يتلغي كان لازم يطلعوا الدكتورة بان زياد مختلة عقليا. دليل على كده شوفوا هي عملت في نفسها ايه، قضت على نفسها بنفسها بطريقة وحشية، وده دليل على ان التقرير اللي اتكتب ده غلط ولازم يتعاد من تاني. والكلام ده بقى لو حقيقي فالموضوع هيطلع اكبر بكتير من ما اي حد يتصور. وناس تانية على السوشيال ميديا ابتدوا يقولوا ان دلوقتي كل الناس قاعدة بتتهم اخوها، لكن ممكن يكون المجرم الحقيقي يحقق الاهداف بتاعته عن طريق قتلها بطريقة معينة تخلي اخوها هو اللي موضع اتهام. وناس تانية بتقول فعلا ان هو ممكن يكون متورط بس قتلها بمساعدة ناس تانية من عيلته او من جوه البيت، او ممكن برضو يكون في اي حد دخل اثناء فترة تعطل الكاميرات دي. وفي اشاعة تانية بتقول ان ممكن اخوها فعلا يكون هو اللي عمل كده لان هو كان مدمن وهي كانت بتحاول تساعده ورافضة ادمانه. ولكن في النهاية بعد كل الكلام ده للاسف الحكومة اعلنت خلاص ان القضية اتقفلت على انها انتحار. فيا ترى هل القضية ممكن تتفتح تاني؟ هل خلاص كده حق الدكتورة بان راح؟ ده انا ما اقدرش احدده دلوقتي، ولكن خليكم فاكرين ان حق الدكتورة بان لازم يرجع. بس يا صديقي بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم عندك اي استفسار او عندك اي اقتراح او شايف اي ثغرة في القضية دي او ممكن مثلا يكون في حاجة انا مش اخد بالي منها، يا ريت توضح لي في الكومنتات وده هيساعدني جدا. ويا ريت لاول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحلقة تحط لايك تقول لي رايك في كومنت. وبس كان معكم محمد عزت، اشوفكم القصة الجاية وتصبحوا على خير.